السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في قناة انجليش ببساطة مع مس أروى غريب. النهاردة إن شاء الله هنكمل الجزء الثاني من إزاي نحل قطعة الريدنج، واللي طلبة كتير منكم زي ما قلت لكم في الجزء الأول بتواجه فيها مشكلة كبيرة. تمام، اللي ما شافش الجزء الأول يروح يشوفه ويرجع يكمل معايا الجزء الثاني. عاوزة أقول لكم إن في الامتحان مش دايما الغلط بيبان غلط. ازاي الكلام ده يا مس؟ تعالوا نشوف سوا ازاي نكتشف الفخ اللي بيوقع طلبة كتير ونفهم الكلمات اللي مش عارفينها من فين، من السياق. الفيديو اللي فات شرحنا 3 steps، اوكي، 3 خطوات مهمة جدا وهنكمل عليهم النهاردة بإذن الله. step number 4 يبقى step number 4. أول حاجة هنعملها هنبقى be careful of traps. طيب ايه يا مس الكلام ده؟ تعال اشرح لكم الكلام ده. يعني خلي بالك من الفخ في السؤال. عاوز اقول لكم ان الامتحان احيانا بيحط لك اجابه شكلها صح جدا بس هي اصلا ايه؟ غلط. زي ايه؟ زي مثلا الكلمه اللي شبه اللي في السؤال. في كلمه في القطعه هتبقى شبه ايه؟ السؤال، فدماغك تيجي تقولك هي دي اكيد الاجابه، بس استنى عندك، لا، الفخ هنا بالظبط. طيب ازاي الكلام ده؟ عاوز اقولك ما تختارش لمجرد ان الكلمة شكلها زي اللي في السؤال. يبقى ما تختارش ابدا لمجرد ان الكلمة زيها ايه؟ زي اللي في السؤال، لمجرد ان هي شبه ايه؟ اللي في السؤال. ليه؟ اقرأ المعنى كله الاول، تمام، وشوف هل الاجابة دي فعلا منطقية ولا بس شكلها حلو. يعني هل هي فعلا تنفع ان انا اختارها وتمام، ولا هي بس جاية كده عشان توقعني فين؟ في الغلط. طيب تعالوا لو هنيجي مثلا ناخد مثال، هنقول ايه؟ بصوا معايا. علي went to the mall. اوكي، دي كده ايه؟ كده جملة. لو دماغك مسكت اول كلمة شبهها وخلاص، لقينا كلمة مول وهي فوق في مول، يبقى وقعت في الفخ. ما تروحش تدور على اول كلمة على طول، افهم المعنى ودور واقرأ كويس. اقرأ الجملة كويس جدا وشوف هل الكلمة دي صح، تمام، اختارها اللي فعلا مكتوبة في القطعة، ولا دي هتوقعني في الفخ والسؤال هيتحسب لي ايه؟ والسؤال هيتحسب لي ايه؟ خطأ. اوكي، يبقى النقطة دي كده مفهومة. ستيب نمبر 4. طيب نيجي بعد كده للستيب نمبر 5. هنعمل ايه في الستيب نمبر 5 دي؟ بصوا كده، بيقول لك guess from context. تيجي ناس تقولي بالراحة علينا، الكلام ده كبير احنا مش فاهمين. يعني ايه guess from context؟ طيب نيجي للحركة السرية اللي بتخليك تجاوب حتى لو مش عارف الكلمة. اسمها ايه؟ guess from context. guess from ايه؟ context. يعني معناها ايه دي يا مس؟ معناها خمن معنى الكلمة من الجملة. يبقى هنخمن معنى الكلمة نفسها اللي احنا مش عارفينها، هنخمنها من فين؟ من الجملة. اتفقنا كده؟ لو مش عارف كلمة بلاش تقف عندها وتتوتر، والكلام ده قلناه في الفيديو اللي فات. لو انا مش عارف معنى كلمة بلاش اقف عندها، يوه في كلمة انا مش عارفها في القطعة، فبالتالي هتوقع نفسك في مشكلة وهتتوتر ومش هتعرف تحل ايه الباقي. اقرأ الجملة كلها. اقرأ ايه؟ الجملة كاملة كده كلها، لازم ايه؟ لازم نقرأها. الكلام اللي حوالين الكلمة هيساعدك تفهم المعنى من غير ما تحتاج ايه؟
القاموس، وانت في الامتحان. انا متوتر دلوقتي وقاعد في الامتحان. الكلام اللي حوالين الجملة ده كله هو اللي هيساعدك ايه؟ هو اللي هيساعدك تفهم المعنى. مثال بسيط، لو هنيجي نقول، بصوا كده في المثال معايا، علي wore a raincoat. Okay, Ali wore a raincoat because it was raining. اهو المثال زي ما احنا ايه، زي ما احنا شايفين كده. علي wore a raincoat because it was raining. حتى لو مش عارف كلمة raincoat، الكلام اللي حواليها هيخليك تفهم. يعني هنيجي مثلا زي كلمة raining، تمام؟ كلمة raining معناها ايه؟ معناها المطر. فبالتالي انا خمنت من دي، انا مش عارف دلوقتي الكلمة اللي فوق دي اللي هي رين كود دي معناها ايه، تمام؟ بس عندي ريننج وانا عارفة ان ريننج معناها ايه؟ المطر. فرين كود دي اكيد معناها جاكيت المطر هي لبسته عشان الدنيا بتمطر. في اي مشكلة لغاية دلوقتي؟ يبقى دي كده عندنا step number 5. نيجي بعد كده لحاجة اسمها types. نعمل كده types of questions in reading. Okay, in reading. طيب ايه الكلام ده؟ هنيجي لأنواع الأسئلة في قطعة القراءة. أول سؤال واللي بيكون number 1، choose the correct answer. أول سؤال، اختار الإجابة الصحيحة. طيب بعد ما هنختار الإجابة الصحيحة أعمل إيه؟ أو إزاي أجاوب على السؤال ده؟ أول حاجة دور على الكلمة المفتاحية اللي في السؤال وشوفها في القطعة. الجملة اللي فيها هتدلك على الإجابة الصح. يعني إحنا أول حاجة هندور على الكلمة المفتاحية مثلا اللي في السؤال وندور عليها في القطعة، تمام؟ بعد ما دورنا عليها في القطعة هنشوف الإجابة بتحوم حوالين فين أو فين بالظبط الإجابة. نيجي بعد كده للسؤال أو النوع التاني واللي هو بيبقى عبارة عن true or false، صح وإيه وغلط. ده إيه؟ النوع number 2، type number 2. النوع التاني true or false، وهو صح أو خطأ. اقرأ عشان أعرف أجاوب على السؤال ده كويس. اقرأ الجملة اللي في السؤال وشوف هل المعنى ده فعلا مكتوب في القطعة ولا لأ. لو مكتوب فعلا هيبقى إيه؟ هيبقى true، صح. ولكن لو مش مكتوب هيبقى إيه؟ لأ، false. لو ما لقيتش الكلام مكتوب أو الكلام عكس اللي مكتوب يبقى إيه؟ يبقى false. أهم حاجة ما تخمنش، ما تقولش دي شكلها صح. دور على دليل في القطعة يثبت الإجابة بتاعتك. وآخر حاجة محتاجة إن أنا أقولها لكم، خليكم أذكياء، ما تقعوش في الفخ، وخلي القطعة هي اللي تجاوبك مش إحساسك. إحنا بنقرأ القطعة وبنتعرف عليها عشان نعرف نجاوب. كل سؤال عندنا ليه إيه؟ ليه دليل، تمام؟ ليه إيه؟ دليل. دور عليه واشتغل بعقلك مش بسرعة إيدك، وإياك ثم إياك تتسرع في الإجابة. وبكده نكون خلصنا الجزء الثاني من إننا إزاي نحل قطعة الريدنج. لو عندكم أي سؤال، عندكم أي مشكلة، ابعتولي وهكون معاكم بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.